غاليين شوي، غاليين شوي، غاليين شوي. 7,050,000 غاليين، هذو 7,050,000 غاليين. أنا استغليتهم ثابت. عزيزي المشاهد، اترك لنا انطباعك حول هذه الأسعار تاع السوق من أسواق ولاية الجلفة اليوم. هذا الكبش الرباع راه في 7,500,000، كبش رباع 7,500,000. المقران سرتي، الكبار يقولوا عليه سرتي، هذا اللي راه عودنا منحوح له، ما فيهش الشعر وما فيهش الصوف في الرقبه نتاعو، يسموه سرتي. راهم عاطينه فيه 7,500,000 عزيزي المشاهد. غالي والله، غالي بزاف. هذا شوف معايا هاد الثنيان اللي راهم تشوف فيهم اكباش ثنيان، راهم عاطينه فيهم 7,600,000. 7,600,000. اليوم الكبش غالي، اليوم الكبش السعر غالي، غالي في السوق، غالي غالي غالي. هذا كبش اليوم راه غالي في السوق. 7,600,000 والله لا بزاف. 7,600,000 بزاف. 7,600,000 هذون بزاف. 2 4 5، هذا الخمسة كباش ثنيان عاطين فيهم 7,600,000. هذا الخرفان راهم في 6,200,000 والله غاليين، غاليين. كي نقول لك غاليين غاليين. 5,200,000 والله غاليين بزاف بزاف والله غاليين. 6,200,000 غاليين. هذا نورمالمون ما يفوتوش 5.5، 5.5 ملاح. هذا غالي اليوم السوق يا جماعة، اليوم والله غالي. هذا العلالش 6,500,000. ياسر 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 والله غاليين. 6,500,000. المواطن البسيط، الموظف البسيط ما يقدرش يعيط، لكن المربي يكون تقعد تحدث معاه يقول لك هذو راه مسقامين لي بحاجة، راه غالية، خصوصا في هذا العام، عام هذا الجفاف اللي راه قل فيه العلف والكلاء في الأرض ما كانش. عزيزي المشاهد، في آخر هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والتفاعل مع الفيديو بالإعجاب تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.